السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم مرة أخرى في نشرة المساء، أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. دورة تدريبية لبدء تطعيم فيروس التهاب الكبد. مدرسة دك أمحر الفنية تخرج 139 طالباً. الإريتريون في المهجر يحيون يوم الشهداء. في الأنباء العالمية، هنغاريا وسلوفاكيا تعطلان حزمة العقوبات الأوروبية 18 ضد روسيا. تايلاند تغلق المعابر الحدودية مع كمبوديا. وانهيار أرضي يودي بحياة عشرات ويشرد مئات السكان بكولومبيا. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. نظمت وزارة الصحة دورة تدريبية يومي 23 و24 من يونيو في العاصمة أسمرة لبدء التطعيم ضد فيروس هيباتيتس بي الذي يتسبب في التهاب الكبد الوبائي المنتقل أثناء الولادة من الأم إلى الطفل. وأوضح مسؤول برامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة السيد تيدروس حدوغو في التدريب الذي شارك فيه ممثلو الصحة في الأقاليم ومسؤولو برامج التطعيم والشركاء، أوضح أن الهدف هو زيادة معرفة بشأن التطعيم الذي يقدم في الساعات 24 الأولى من الولادة ويبدأ من الأول من شهر أغسطس لعام 2025. وذكر ممثل منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتور نونسو إيغوفور ومسؤولة متابعة نمو الأطفال في مكتب صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة الدكتور ناندي بوتا أن تقديم التطعيم في إريتريا بشكل متوازن في الريف والحضر خفض بشكل ملحوظ من الأمراض والوفيات، معربين عن إعجابهما بذلك ومؤكدين الدعم للبرنامج الجديد. وبحث التدريب المنظم أوضاع فيروس هيباتيتس بي المسبب لالتهاب الكبد الوبائي وإمكانية ووسائل العدوى والدراسات المقدمة على مستوى الإقليم والوطن وعملية تنفيذ البرنامج، ونادوا لإكمال الاستعدادات اللازمة لإنجاح التطعيم. وأعرب مسؤول برامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة السيد تيدروس حدوغو عن ثقته لإنجاح برنامج التطعيم الموضوع والبرامج الأخرى بتضافر جهود كافة الجهات. تخرج 139 طالبا من مدرسة دك أمحر الفنية يوم 22 من يونيو بعد دراسة نظرية وتطبيقية لعامين. أكمل الخريجون تعليمهم في 7 مجالات مهنية: الميكانيكا والكهرباء والبناء والنجارة والإلكترونيات والحدادة والخراطة. وهنأ مدير المدرسة الأستاذ وهاب محمد علي الخريجين على إتمامهم الدراسة بنجاح. وقال المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني بوزارة التعليم السيد تسفاي سيوم إن استثمار الحكومة في قطاع التعليم يؤتي بثماره. وذكر الشباب بضرورة اغتنام الفرص والمشاركة الواعية في تطوير الذات وتغيير محيطهم. كما أوضح مدير مديرية دك أمحر السيد يمان بيرا أن التنمية تتحقق من خلال العمل، مهنئا الخريجين لدخولهم مرحلة تطبيق تدريبهم على أرض الواقع. خرجت مدرسة دك أمحر الفنية منذ تأسيسها عام 1999 3433 طالبا بدرجة الدبلوم و3846 طالبا بدرجة الشهادة. كما خرجت مدرسة محبار الفنية 140 طالبا في 24 من يونيو بدرجة الشهادة. أحيا الإريتريون المقيمون في إيطاليا وفرنسا وهولندا وجنوب إفريقيا وبلجيكا ويوغندا وزامبيا وزيمبابوي والولايات المتحدة الأمريكية 20 من يونيو يوم الشهداء، وتبرعوا لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وأفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريين المقيمين في جنوب إفريقيا في مناسبة إحياء يوم الشهداء تبرعوا ب36,510 راند لتنمية صندوق أمانة الشهداء، وتعهدوا لتقديم مبلغ أكثر من 16,000 راند، بينما تعهد 3 مواطنين بإعالة كل منهم أسرة الشهيد واحدة، وتعهد مواطن آخر إعالة أسرة الشهيد. وتبرع الإريتريون المقيمون في مختلف المدن الإيطالية في مناسبة إحياء يوم الشهداء ب39,000 يورو لصندوق أمانة الشهداء. وتبرع الإريتريون في فرنسا لتنمية صندوق أمانة الشهداء، بينما قدم الإريتريون في فرنسا أكثر من 53,000 يورو لصندوق أمانة الشهداء وإعالة 24 أسرة الشهيد.
وفي مناسبة إحياء يوم الشهداء التي نظمها الإريتريون في مدينتي هارسبرغ وأوهايو، قدم الإريتريون في هارسبرغ بمبلغ 3,550 ألف دولار لإعالة أسر الشهداء. وأحيا الإريتريون في بلجيكا ويوغندا وزامبيا وزيمبابوي يوم الشهداء ببرامج تعكس المناسبة. قدمت المساعدات المالية والعينية التي تبرع بها المواطنون وموظفو الحكومة على أسر الشهداء في مديريات جلوج وشامبوقة ودقة وتسني ولوغو عن سبا. بلغ إجمالي التبرعات أكثر من 1,000,000 نقفة و430 كنتالا من الذرة، منها 470 ألف نقفة من سكان مديرية جلوج، و108 ألف نقفة من موظفي الحكومة في مديرية شامبوقة، و94 ألف نقفة من أعضاء جمعية البساتين في مديرية دقة، و140 ألف نقفة من العمال في مديرية التسني، بينما تبرع ب192 ألف نقفة السكان وموظفو الحكومة في مديرية لوغو عن سبا. وتم جمع 430 كنتالا من الذرة من جميع الإدارات المحلية في مديرية جلوج تم زرعها لإعالة أسر الشهداء. ارتفعت تغطية التطعيم للأطفال خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 حسب ما أفاد به مسؤول الخدمات الصحية الممرض عند ميكائيل فري رئيس الخدمات الصحية في المنطقة الفرعية. وأوضح أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم في العام الماضي بلغ 2731 طفلا، لكن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تلقى 2891 طفلا 13 نوعا من اللقاحات، وهو ما يدل على فعالية الحملات. وأضاف أن عدد الحوامل التي يتلقين رعاية ما قبل الولادة ويضعن في المؤسسات الصحية شهد أيضا ارتفاعا ملحوظا، في حين ارتفع عدد المتابعات الخارجية للأطفال فوق سن 5 وتحتها بنسبة 31%. وتوجد في المديرية 3 مراكز صحية و3 نقاط صحية تخدم سكان 32 قرية، بما في ذلك الرعاية الطارئة والرعاية قبل الولادة وبعدها وتطعيم الأطفال والنساء ومتابعة نمو الطفل والمراجعة الخارجية ومتابعة الأمراض المزمنة واختبار فيروس نقص المناعة المكتسب والمختبر الذي تقدم فيه الخدمات. تلقى 328 شابا في مدينة الدقيح دورة تدريبية في مختلف المهن وتكريم الطلاب المتفوقين بجائزة عند مسو. وعلم في مراسم التخريج التي جرت في 24 من يونيو بأن التدريب الذي استمر من شهر إلى 4 أشهر شمل صيانة الدراجات النارية والمجاري وتصفيف الشعر والعلوم الاجتماعية. كما تم تكريم 17 طالبا حصلوا على نسبة أكثر من 80% في الامتحانات للشهادة الوطنية المتوسطة بجائزة عند مسو. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية الدقيح السيد إبراهيم بارولي إن التكريم جزء من جهود تشجيع بناء الشباب. ودعا المدير التنفيذي في إدارة مديرية الدقيح السيد كيروس جبر مريم المتدربين لتطوير المعرفة المكتسبة بالعمل. وقدم في المناسبة عرض يعكس القدرات التي اكتسبها المتدربون. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بودابست وبراتسلفيا عطلتا تبني الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات 18 ضد روسيا. وقال سيارتو في خضم اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع سلوفاكيا على عدم دعم اعتماد الحزمة العقابية 18 ولن نسمح بإجبار هنغاريا على تحمل تكاليف الدعم غير المحدود لأوكرانيا. وأوضح أن قرار بودابست وبراتسلفيا جاء بسبب نية الاتحاد الأوروبي المزامنة بمنعهما من شراء الطاقة الروسية المربحة والموثوقة. وأشار الوزير إلى أن هنغاريا وسلوفاكيا حصلتا في صيف 2022 على إعفاء يسمح لهما بشراء النفط والغاز من روسيا، والآن يحاول الاتحاد الأوروبي التحايل على قراره الذي اتخذ بالإجماع وإلغاء هذا الإعفاء بأغلبية مؤهلة، وهو ما وصفته العاصمتان بأنه أمر غير مقبول تماما.
أغلقت تايلاند معابرها الحدودية مع كمبوديا، مما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين وعرقلة التجارة بين البلدين. وتعرضت رئيسة الوزراء التايلاندية لانتقادات لاذعة بسبب تعاطيها مع النزاع الحدودي عقب تسريب مكالمة هاتفية بينها وبين هون سين القائد العسكري السابق لكمبوديا. ويعد هذا أحدث تصعيد في نزاع طويل الأمد على أراضٍ يطالب بها الجانبان. وتم إجراء هذا الإغلاق على أساس مخاوف أمنية، حيث استمرت التوترات بين البلدين المجاورين لجنوب شرق آسيا في الازدياد بسبب النزاعات الحدودية المستمرة في التسخين. وجاء تدهور العلاقات بسبب اشتباكات مسلحة قصيرة في المناطق الحدودية أسفرت عن مقتل جندي كمبودي أواخر الشهر الماضي. في النبأ الأخير توفي 10 أشخاص على الأقل وأصيب 8 آخرون بجروح في انزلاق أرضي نجم عن أمطار غزيرة هطلت قرب ميدين في شمال غرب كولومبيا بحسب ما أعلنت السلطات. ودعا حاكم مقاطعة أنتوكيا أندريس خوليان سكان المنطقة المنكوبة لإخلائها بسبب خطر حدوث انهيارات أرضية أخرى. وفي بلدة بيجيو القريبة من ميدن ثاني كبرى مدن البلاد، واصلت فرق الإنقاذ جهودها الرامية للعثور على ما لا يقل عن 15 شخصا تم الإبلاغ عن فقدانهم. وكانت غونزاليز أعلنت في حصيلة أولية سقوط 8 على الأقل و5 جرحى وتضرر أكثر من 10 منازل. وغالبا ما تتعرض مقاطعة أنتوكيا الواقعة في جبال الأنديز بغرب كولومبيا لانزلاقات أرضية خلال موسم الأمطار. وقتل 5 أشخاص في الشهر الماضي خلال انزلاق في سباتانيا، وهي أيضا من ضواحي ميدين. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين ختاما للنشرة. دورة تدريبية لبدء تطعيم فيروس التهاب الكبد. مدرسة دكمحر الفنية تخرج 139 طالبا. الإريتريون في المهجر يحيون يوم الشهداء. هنغاريا وسلوفاكيا تعطلان حزمة العقوبات الأوروبية 18 ضد روسيا. تايلاند تغلق المعابر الحدودية مع كمبوديا. انهيار أرضي يودي بحياة عشرات ويشرد مئات السكان بكولومبيا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.